ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ النهارده هعمل معاكم الفطير المشلتت. معايا كيلو دقيق ومعلقه سكر وذره ملح وزيت هندهن بيه، هنشوف مع بعض. تمام، هنزل هنا بالسكر وذره الملح. لكل الكيلو دقيق معلقه سكر وذره ملح. هقلب الدقيق كويس في السكر. تمام، معايا ميه هنعجن بيها. الميه دي فتره من الحنفيه عادي خالص. هبتدي بقى انزل بالميه واحده واحده. تمام، هنزل بحوالي كل شوية نص كوباية مية، بما يعادل نص كوباية مية، وهعجن بالراحة واحدة واحدة. تمام، هفضل اعجن فيها لحد ما يتكون معايا عجين. واهم حاجة خطوة العجن، مش مجرد ما تكون عجين خلاص انا كده انتهيت، لا، لما تكون عجين هفضل برضو اعجن فيها تاني لحد ما تبقى معايا طرية خالص. تمام، الفطير كل ما يتعجن كويس كل ما يدي نتيجة احسن، كل ما يبقى طريقة اكتر. تمام، واحدة واحدة اهو، نص معلقة، نص كوباية في نص كوباية. طيب لو الفطير المية زادت مني هعمل ايه؟ هزود شوية دقيق بس لحد ما اوصل للقوام ده، وابتدي بقى افضل اعجن فيه حوالي قلنا 10 دقايق ربع ساعة. تمام، هنا بقى هبتدي اكون كرات هنشتغل بيها الفطير. لكل صينية هنعمل 3 كرات. هبتدي اجيب بقى حاجة مثلا مفروضة، صينية او اي حاجة مفروضة مدهونة زيت عشان نرص عليها الكرات بتاعتي. بس كده دهنتها بزيت. هفضل اكور اكور واحاول ان يبقى دولت حجم، يعني التلاتة يكونوا نفس الحجم. بس هحاول ان انا اقرب الحجم من بعضه. تمام، هنا يا جماعة بعد ما قطعتهم كرات عملوا معايا كام؟ 9 كرات، هيعملوا معايا 3 صواني. هنبتدي ندهن الوش بزيت. طبعا الصينية من تحت زي ما اتفقنا مدهونة زيت. وهنبتدي نغطيها بفوطة ونحطها في مكان دافي، ممكن ندخلها في فرن بوتاجاز او حاجة، المهم يكون في مكان دافي. هنا بعد ما قعدت معايا حوالي ساعتين في مكان دافي، وممكن نبتدي نشتغل بعد ساعة، بس كل ما العجينة قعدت يعني وقت اكتر بترتاح وبتديني نتيجة افضل. ما بتفضلش تشد مني، يعني يعني بتتفرد مني بسهولة. هنا بقى باجي على رخامة كبيرة او صينية كبيرة قوي تكون نضيفة طبعا، وهنبتدي نرش من تحت زيت. انا معايا هنا حوالي نص كوباية زيت و3 معالق قشطة ونص كوباية زبدة. زبدة افضل حاجة هنشتغل بيها، يعني السمنة ما بتبقاش حلوة برضو، بتنشف الفطير. فانا يا جماعة بعد تجارب كتير الزبدة افضل حاجة انا اشتغلت بيها وكانت مدياني نتيجة كويسة جدا. تمام، هبتدي بقى اجيب اول كورة وافردها. طبعا من تحت احنا دهنين زيت، وهنبتدي نرش برضو على العجينة زيت. هفرد معاكم. هنفضل بقى نرقق فيها، نرقق، نفرد نفرد لحد ما تبقى سمكها رفيع جدا يعني. هفضل افرد فيها لحد ما تبقى على ارق طبقة. تمام، وافضل برضو افرد في الاطراف عشان ساعات بيجي العجين يتجمع عندي في الاطراف ويبقى مكلكع. هفضل افرد فيها. اتقطعت مني مفيش اي مشكلة يا جماعة، عادي خالص، كل ده مش هيبان اصلا، كل ده هيبقى جوه بعض ومش هيبان خالص. اهم حاجة عندي تكون مفرودة على ارق حاجة. وهبتدي بقى هنا ارش بايديا الزبدة كده، طبقة بسيطة، احنا مش هنزود، يعني هي طبقة بسيطة زبدة ومع شوية، مع حتة قشطة وشوية زيت.
تمام. قشطة بسيط، لو مفيش قشطة مش مهم خالص، ممكن ندهن بيها الوش بس، حتى لو عندي كمية صغيرة هدهن الوش بس. عندي بقى كمية قشطة عادي ممكن اشتغل بيها ايه في نص العجين. ابتدي بقى الم العجين زي ما عملنا مع بعض كده، وادي دي اول كورة. تمام. هرجعها الصينية وهاخد واحدة غيرها. اتأكد ان من تحت فيه زيت كويس او مادة دهنية هعرف افرد عليها. تمام. ابتدي ارش عليها زيت. تمام. وهنعمل زي ما عملنا في اول واحدة، نفضل نرقق الطبقة لحد ما تبقى رفيعة جدا. تمام. وزي ما اتفقنا مش هنخاف برضو من القطعات ديت، عادي خالص لو اتقطعت اكتر من كده مفيش اي مشكلة. كل ده من جوه. رشة زيت بسيطة. الزيت بيخليها مورقة وجميلة يعني، مش مدكوكة في بعض كده. انا ده بعد تجارب كتير بصراحة للفطير ده. تمام. ورشة زبدة وحتة قشطة. هبتدي بقى اجيب اللي انا عملتها اول واحدة وادخلها في النص، وهقفل عليها بالشكل ده. تمام. وهرجع بديت في الصينية، وهبتدي اجيب تالت كورة، اللي هو احنا كده هنبقى جمعنا صينية، لان قلنا لكل صينية 3 كورات. تمام. هفرد تالت واحدة زي ما عملنا في الاتنين الاولانيين. واحاول ما ازودش المادة الدهنية، يعني احاول اللي هو انا بطعم بس مش هزودها عشان ما تبقاش يعني تقيلة على النفس، يعني موع الواحد نفس الواحد، فهنحاول ان احنا بنطعم بس. تمام. افرد قد ما تاخد عادي خالص، المهم تبقى الطبقة دي رفيعة جدا. تمام. هبتدي بقى ارش رشة زبدة، وافرد بايديا كويس، وحتة قشطة صغيرة. تمام. هبتدي بقى اجيب الاتنين اللي انا دخلتهم جوه بعض واحطهم في النص، واقفل عليهم بالشكل ده نفس ما قفلت على الكورتين الاولانيين. يبقى انا كده كونت عندي اول صينية. تمام. وافضل اقفل فيها بالشكل ده، واقلبها على ظهرها، ويبقى ده الظهر دوت الوش بتاع الفطيرة عندي، وانزل بيه في الصينية اللي هنسوي فيها. تمام. هنا بعد ما خلصت التلاتة وحطيتهم في صينية، هنبتدي بقى نفرد فيهم بايدينا واحدة واحدة كده، وطول ما العجين مرتاح كويس طول ما هيتفرد معايا بسهولة. وهنشغل الفرن على درجة حرارة 200، وندخلها على الصاج على طول مباشر، مش على شبكة خالص، على الصاج على طول على درجة حرارة 200. تاخد معايا حوالي ربع ساعة. تمام. بعد ما تاخد معايا ربع ساعة هنبتدي كل شوية نبص كده، نرفعها بمعلقة او بأي حاجة من تحت نشوف القعر. تمام. اهي. هنا اخدت معايا ربع ساعة بالظبط من تحت، لو خدت معاكي ازيد مفيش مشكلة، احنا كل شوية هنبص كده نعمل تيست من تحت ونشوف اللون ايه الاخبار. اول ما اوصل للون ده يبقى انا كده خلاص الفطير بتاعي استوى من تحت. هبتدي احطها على الشواية قد ما تاخد بقى، وهتطلع معايا بالشكل ده. تمام. يا رب يعجبكم طريقتي، جربوها قولي رأيكم، عشان انا الفطير ده جربته بطرق كتير جدا ودي انجح طريقة. يعني ادتني نتيجة عجبتني. تمام. هوريهولكوا دلوقتي وانا بقطعه. بصوا مورق ازاي، الورق بقى بتاعه رقيق رفيع، مش تخين كده. بس كده. متنسوش تدعموني بلايك وسبسكرايب لو عجبكم الفيديو. باي باي.